السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معلش على التأخير بس مشغوليات للأسف. النهارده كان في سؤال بيتسأل لي كتير قوي على موضوع اللي هو شغال في الحكومة او اللي شغال قطاع عام. بصوا يا جماعة، اللي شغال في الحكومة او شغال قطاع عام مهم جدا ان هو يعرف ان هو مش هيقدر يخش غير في حالتين: يا اما شريك موصي في شركة اشخاص، وده ما بيكونش ليه اي صلاحيات. طيب ده بالنسبة لشركات الاشخاص. خدوا بالكم، شريك موصي في شركة توصية. طيب بالنسبة، طب لو هو عايز يخش مثلا في شركة ذات مسؤولية محدودة، عشان يخش في شركة ذات مسؤولية محدودة لازم يجيب موافقة من جهة العمل عشان يخش. وبرضه هيخش شريك بدون أي صلاحيات، يبقى كده ملوش إن هو يخش في شركة الشخص الواحد، لأن طبعا شركة الشخص الواحد هي فرد واحد، فمش هينفع يخش فيها. والشركة المساهمة ما يكونش من ضمن الثلاث أعضاء المؤسسين، ويكون شريك بدون أي صلاحيات، ويكون طبعا مش في مجلس الإدارة عشان ما ياخدش أي صلاحيات. فمهم جدا بالنسبة للحكومة أو للقطاع العام، زي ما قلنا وبنأكد: شريك موصي في شركة توصية بسيطة، أو إن هو يخش بموافقة من جهة العمل في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة. وده ردا على سؤال بخصوص جزئية الناس اللي شغالة في القطاع العام أو الحكومة.